مساء الخير. مساء الخير يا فندم. دي شقة شوقية هانم عبد حميد؟ ايوه يا فندم، اي خدمة؟ هي موجودة؟ لا مش موجودة. ولا عبد حميد؟ نعم. احنا من وزارة الشؤون الاجتماعية وبنعمل احصاء. احصاء؟ فهمت. ممكن نسألك؟ والله انت باين عليك ذكي وشاطر. ها؟ انا خدامك يا بيه، اتفضل ادخلوا. لا لا لا، هنا كويس، هما كلمتين اتنين بس. تحت امركم يا بيه. حد ساكن مع الهانم؟ لا. ملهاش اخوات؟ لا. اولاد؟ لا. متجوزة؟ لا. انت متجوز؟ لا. الله، انت كل حاجة لا لا لا، ايه الحكاية؟ لا مؤاخذة يا فندم، اقصد يعني ايوه كانت متجوزة. اتطلقت؟ أرملة. أرملة؟ ايوه. طب قول لي يا أرملة، انت اسمك ايه؟ فكري. قول لي يا فكري، الهانم ملهاش اسم دلع؟ يعني سمعت واحدة من أصحابها بتدلعها بيه، بتندهلها بيه يعني. هي ملهاش أصحاب يا بيه. دي بروية بقى. نعم. بروية؟ يعني ايه دي يا بيه؟ لا لا، أقصد يعني ما بتختلطش بحد. يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا ابتديت اتنفرس كده. والله. يعني انشقت الارض وبلعت ريتا دي؟ لا اكيد واحده منهم. ال10 ستات دول؟ لا ال9 بقى، ما هو واحده منهم بقت راجل. وشوقية ماتت من 6 اشهر. يبقوا 8. 7 بس، لان رتيبه مش لاقيينها. طب راحت فين؟ رحت لها 3 مرات والبواب يقول لي خرجت ولسه ما رجعتش. يعني هي دي الوحيده اللي فاضله؟ تبقى هي. ازاي بقى؟ مش في السينما بنشوف حاجات زي دي؟ هو احنا دلوقتي في سينما؟ لا، انما ممكن تحصل حاجه زي دي. يا شيخ انت راخر، انا تعبت قوي. وانا عندي احساس قوي جدا بيقول ان رتيبه هي ريتا من غير ايبه. يا سلام، ايه اللي جاب بقى رتيبه ريتا؟ الاسمين قريبين لبعض جدا، ريتا ورتيبه. يكون ريتا هو الاسم اللي بيندهولها بيه او اللي بيدلعوها بيه، حاجه كده يعني. والله ممكن، لكن دي تبقى صدفه غريبه. صدفه؟ ما احنا تهرينا صدف من اول امبارح. ازاي؟ قابلت نيفو صدفة بعد ما قعدت 4 سنين ما شفتهاش، وقلت لها اسم رعد السما صدفة، وقابلت سرور صدفة، وتورطنا في العملية دي صدفة، وعبد حليم حافظ قال يوم ما قابلتك كان يوم صدفة. يبقى اشمعنى رتيبة ما تبقاش ريتا بالصدفة؟ عندك حق. قول لي يا مدحت. ايوه. رعد لما كانت بتبعت لك جوابات ما كتبتش عن ريتا او رتيبة؟ لا، وكمان جوابات رعد اتقطعت من 3 سنين. يعني قبل ما تقابل او تعرف ريتا؟ بالظبط. الحاجة الوحيدة اللي عايزة اعرفها، ما تزعلش مني يا مدحت. لا 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 ابدا، اتفضلي قولي اللي انت عايزاه. يا ترى رعد لسه عايشة؟ ايه؟ ما تتخضش، ده مجرد سؤال. وايه اللي خلاكي تفكري في حاجة زي دي؟ مش عارفة، يمكن خوفي عليها واحساسي ان هي كمان اتورطت. ريتا يعني؟ يمكن. مش وقت تفكير في المسائل دي، لازم نقوم ونروح لغايه ريتا، اقصد رتيبه. روحوا انتم، انا هستناكم هنا. على راحتك. يلا يا نيف. محدش فتح، يظهر لسه ما جاتش. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. حضرتك رتيبة هانم؟ لا انا حميدة. يبقى حميدة هانم برضو. افندم؟ اختها يعني؟ لا الشغالة. شغالة؟ طب فين الست اللي بتشتغل عند حضرتك؟ اقصد الست اللي سيادتك بتشتغلي معاها عندها يعني. نايمة. وبعدين ده مش ميعاد تيجوا فيه عشان تقابلوا الناس. احنا اسفين جدا. تعالوا وقت تاني. ما عندناش وقت. وهي كمان مش فاضية. طيب ولا مؤاخذة يعني، ممكن حضرتك تساعدينا؟ يا حول الله، عاوزين مساعدة يعني؟ لا مساعدتي يا استهانم، سيادتك فهمت غلط. امال انتوا ايه؟ احنا ايه؟ احنا من وزارة الشؤون الاجتماعية، وعايزين نعرف شوية حاجات، معلومات، احصاء يعني. طب ادخلوا. لا لا لا، اقعدوا هنا. ودي قاعدة. ده كرم عظيم من نيافتك. حضرتك يعني سعيد؟ اسمك سعيد؟ نعم. تشربوا حاجة ساعة؟ لا احنا هنمشي على طول. روح انت يا سعيد. حاضر، مفيش الا روح تعالى. نبتدي. اتفضلي. الهانم ملهاش اخوات، اولاد،
زوج. مقطوعة من شجرة. هما كلهم مقاطيع شجر كده. نعم. لا ولا حاجة، يعني ملهاش قرايب. لا. طب يا هانم، رتيبة ملهاش اسم دلع؟ زي ايه؟ مثلا روبي، ريكس، رارورا، زكريا. ايه؟ اقصد زكرتا. لا يا فندم. طب ريتا. ايوه ريتا هو الاسم اللي غالبا سمعته مرة او مرتين. متأكدة؟ ايوه. ايه تاني تحبوا تعرفوه؟ افتكر الباقي مش ممكن حد يعرفه الا رتيبة هانم نفسها. متشكرين قوي. اقول لها انكم راجعين امتى؟ بالليل. آسف يا جماعة تأخرت عليكم. ابدا، كنا بنتناقش في موضوع مهم قوي. موضوع ايه؟ انا شخصيا مش فاهم، انما محترمه جدا. اسألها يمكن انت تفهم. ما بلاش لك في موضوع ملوش لازمة. انت شايفة انه ملوش لازمة؟ طبعا، خلينا في الاكتشاف الخطير اللي اكتشفناه. طلعت هي، لكن ما قدرناش نقابلها. مش مهم. على رأيك. ودلوقتي هنعمل ايه تحركاتنا يعني؟ انا هطلع استريح شوية وبعدين انزل. تنزلي تروحي فين؟ اجر عربية. طب ما عربيتي موجودة وتحت امركم في اي وقت. يا سيد عزيزي مدحت افندي، لازم يكون في عربيتين. ممكن افهم ليه؟ لازم نراقب بيت ريتا كويس، ولازم نراقب اللي داخل واللي خارج من عند ريتا كويس. حلو. ولو احنا ما معناش عربية مش ممكن نراقب اي حد نازل من عندها كويس. يبقى لازم يكون معايا عربية وانت معاك عربية وهو معاه عربية واديله عربية واللي معاه عربية نديله كمان عربية، لان مش معقول هنراقبه في تاكسي كويس. ما تتكلم دغري. ايه كويس؟ انا بفهم الراجل يا نيفو. طب كويس وبعدين؟ فتبقى انت في الاوتيل معاك عربيتك عشان لو حصل اي طارئ واستنجدنا بيك تقدر توصل لنا بسرعة كويس. ما احنا ممكن نبقى مع بعض. قصدك احنا الثلاثة؟ ايوه. طيب افرض في 2 هنراقبهم وكل واحد فيهم مشي في طريق. في دي بقى يبقى مش كويس. وقفت هنا ليه؟ مع مرة ريتا اهي. عايز تقف بعيد عشان محدش يشوفك؟ طبعا. بصي في حد عند ريتا فعلا. نور الصالون منور. ادي احنا واقفين. والله ما انا ماشي من هنا لما اعرف مين اللي فوق. بس وقفتنا هنا مش ظريفة. يا شيخة اسكتي وقولي يا رب ما يجيش عسكري ويجرجرنا على الاسم. ما تخافش، انا هتصرف في الحالات دي. المهم خلينا باصين على العمارة. ايه ده؟ نور الصالون انطفى. يا ترى مين عندها؟ هنعرف دلوقتي. طب افرض حد لازم نراقبه، هنعمل ايه؟ نراقبه طبعا. وانا؟ انت معايا يا جميل. لا، انا نزلني هنا. لازم حد فينا يكون في امان، يا انا يا انت. خلاص ابقي انزلي انت وانا هتصرف. اشرف. ايه؟ شايف مين اللي نازل من عند ريتا؟ مش معقول. هايل. والله وقعت يا سرور. هو ده اللي انا سمعته. هو ده الراجل اللي سمعته بيقول اسم رعد السماء. ومين اللي معاه؟ مش عارف. مش مهم. اطلع وراه. لما هو واقف لسه انا اطلع بالعربية على الرصيف يعني. طب استنى ما نشوف هيعمل ايه. يظهر مستني تاكسي. اسمع، بعد ما ياخد التاكسي انزل انا وتطلع انت وراه. طب وانت هتعملي ايه؟ انا هتصرف، مالكش دعوه. تاكسي اهو التاكسي وقف. هنزل انا. اطلع وراه وخلي عينيك عليه. حاضر. هتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف ايه لازمة اسكندرية دلوقتي. والأوامر دي مش لازم تيجي بدري. هي دي طريقة تيمور بيه، فجأة تطلع في دماغه حاجة ينفذها. أكيد تيمور بيه ده مجنون. طب بس مش يمكن سواق التاكسي ده يكون تيمور بيه؟ يمكن. على العموم تيمور بيه مجنون في شغله يعني. انما هنروح فين دلوقتي وهنسافر ازاي؟ لازم نروح لإبراهيم القط وناخد مفاتيح عربيته وننزل. طب عارفين انا من الطلوع عنده ليه؟ لازم تطلع معايا. هنقعد عنده ربع ساعة بالظبط وناخد المفاتيح وننزل. امرك. ممكن التليفون؟ اتفضل. شكرا. الو. ايوه، اوتيل جراند. لو سمحت الاستاذ مدحت عزمي.
بعدين بقى في التأخير ده. الو، ايوه يا مدحت، انا اشرف، تعالى لي حالا، انا في الزمالك شارع حشمت. ايوه، في هناك خردواتي اسمه خردواتي الفلافل. الفل خردوات الفل، ما تتأخرش، هتلاقيني واقف هناك جنب الفل، قصدي قدامه، ارجوك ما تتأخرش. انا كان ايه اللي نزلني بس؟ مش كان زماني مع اشرف دلوقتي؟ انا ما اديني نزلت. العمل ايه؟ اطلع؟ مش معقول، هقول لها ايه؟ لا الحل الوحيد هو اني اروح فعلا. ايه اللي هيخليني واقفه كده؟ ايه ده؟ سعيد خارج من العماره، فرصه. سعيد نعم. فاكرني ولا لا؟ لا مش فاكر، انما بيتهيألي شفتك قبل كده. ايوه شفتني طبعا، حاول تفتكرني. افتكرتك، شفتك النهارده العصر عندنا فوق، كنت قاعده بتتكلمي مع حميده. عارف انا بشتغل ايه؟ لا مش عارف. طب حذر. مدرسه؟ انت بتروح مدرسه؟ ايوه، الست رتيبه ودتني مدرسه ليلي. كويس. انا بقى بشتغل بوليس. ايه؟ والله انا ما عملتش حاجه. انا ما قلتلكش يا حبيبي انك عملت حاجه؟ امال ناديتيلي ليه؟ عشان انا من ساعه ما شفتك النهارده قلت الولد ده ذكي ولازم اسلم عليه. متشكر. وحبيتك خالص، انت لطيف قوي، ولد مؤدب. انت كمان حلو قوي، لكن ازاي واحده وبتشتغل في البوليس؟ زي ما في رجاله كتير قوي بيشتغلوا ضباط. وانت بقى عسكريه؟ لا انا ظابطايه. صحيح؟ ايوه. ايه رايك تشتغل معايا؟ بتتكلمي جد؟ ايوه. فين باباك ومامتك؟ ماتوا، والست رتيبه بتشغلني عندها. بتاخد كام في الشهر؟ 3 جنيه، بتحطهم لي في البوسطه وبتلبسني بتوكلني وبنام عندها. طب ايه رايك لو ادينا لك جنيه في اليوم؟ لا انت بتهزري. لا مش بهزر، ده غير لبسك ونومك، وانت من النهارده المساعد بتاعي. انت عارفه انا كمان نفسي اكون ظابط لما اكبر. اديك بقيت ظابط صغير. انا فرحان قوي، بس على شرط. شرط؟ من اولها؟ ايوه، محدش يعرف الحكايه دي غيري انا وانت. موافق، ما تخافيش. اسمع، الست اللي انت بتشتغل عندها احنا بنراقبها. الست رتيبه؟ ايوه. ليه؟ حرامية؟ حراميه كبيره قوي، واسمها عندنا ريتا العفريتة. يبقى حميده عندها حق. سمعت منها حاجه؟ كانت بتقول ان الست دي اخلاقها وحشه. على فكره. ايه حصل حاجه تاني؟ حميده شغاله اتخانقت مع الست. ليه؟ مش عارف، انما هي ماشيه بكره الصبح. الساعه كام؟ بدري قوي، 7 8 الصبح. طب ايه رايك لو انا اشتغلت مكانها؟ في البيت معايا يعني؟ ايوه. يا ريت، او نبقى قريبين من بعض. خلاص، عايزاك تقول لرتيبه هانم انك قابلت واحده قريبتك اسمها عزيزه، وانك هتجيبها لها بدل حميده. حاضر، تيجي الساعه 10 تكون مشيت. تعالى يا سعيد. مش معقول. ازاي؟ دي عفريت. دي ريتا، هي العفريت. ايه رأيك بقى في المفاجأة دي؟ اخر حاجة كنت اتوقع. ولسه نقول لها؟ نقول. طب دقيقة واحدة. مساء الخير. وحميدة كمان. ايوه، والخناقة اللي عملتها والدربكة والحاجات اللي انت سمعتيها دي كانت عشان خاطرك انت. ازاي؟ عشان تاخدي مكانها. لكن احنا كنا هنوجهك، لكن انت طلعتي الحقيقة ذكية وقلتي الاقتراح ده قبل ما نقولهولك احنا. عموما يا فندم انا سعيدة جدا ان سعيد وحميدة بيشتغلوا معانا. دلوقتي بقى كل واحد في مكانه، وانت سعيد جري تودي الشاي لريتا، يلا. حاول. ازيك يا سعيد؟ انت مين؟ انا عزيزة. الله، عزيزة قريبتك. ايه ده؟ والله ما عرفتك. انت عملتي ايه في وشك؟ بس احسن حد يسمعك. ما تخافيش، الست في اوضتها نايمة؟ لسه صاحية حالا. وحميدة خرجت ولا لسه موجودة؟ لا، مشيت الساعة 8. ادخلي. استني هنا لغاية ما اقول للست انك جيتي. اوعى تغلط. ما تخافيش، معاكي راجل. مين دي يا سعيد؟ دي قريبتي. انتي. سعيد كلمني عنك امبارح. هو قال لحضرتك؟
ده انا كنت فاكره هينسى يا ستي. انت اشتغلتي قبل كده؟ ايوه، في مكانين بس. قصدك بيتين ها؟ لا، اول مره اشتغلت في مصنع شرابات وقعدت اسبوعين. وخرجتي ليه؟ شغلهم متعب، طول النهار يا ستي قاعده وامسك الشرابات ومقمق عيني فيها. بقى ده كلام؟ طب والمره التانية؟ المره التانية ايه؟ اشتغلتي فين بعد كده؟ عند مكواجي رجل. وخرجتي ليه؟ رجليا وجعتني طول النهار، هات يا كاوي. دي حاجه مش معقوله ابدا، وانا كان نفسي اخرج. وبعدين سعيد ربنا يحميه قابلني امبارح وقال لي ان الست ممكن تشغلك، فرحت قوي قوي. لكن انتي بتتكلمي كتير قوي قوي. لا يا ست، ده بس من الفرح. انا دايما لما افرح اتكلم كتير قوي كده. يظهر بقى لازم انكد عليكي كل يوم علشان تنكتمي. وكمان اما بتنكد بتضايق قوي، اتكلم كتير. امال بتسكتي امتى؟ وانا في حاله نص نص، يعني لا فرحانه ولا متنكده. اسمك عزيزه مش كده؟ هو قال لحضرتك كده؟ هو مين؟ سعيد. ايوه، مش اسمك برضو عزيزه ولا ايه؟ ايوه. لا، انا بسالها هي اسمك عزيزه؟ ايوه يا ستي، اسمي عزيزه عزه. طيب اتفضلي على المطبخ، ولا اقول لك روقي هنا الاول علشان في ضيوف جايين لي. حاضر. انا في الاوضه يا سعيد، اي حد يجي تندهولي. خدي راحتك وطمني يا ستي. سعيد. نعم. خد 10 صاغ اهي، انزل روح لغايه الاوتيل اللي انا قاعده فيه، اسمه لاجراند في الجيزه. تسال على اشرف اللي كان معايا امبارح. اذا ما لقيتوش تسال على مدحت عزمي، تقول لهم اني هنا. مفهوم؟ مفهوم. حاضر. واذا الست سالت عليك انا هقول لها انك نزلت تدور على بن. خلاص. عصمت بيه حاضر يا فندم. خليه يتفضل. اتفضل يا بيه. اهلا عصمت بيه، اتفضل يا سيدي. اهلا وسهلا. بشكر. اقفل الباب يا عبد الموجود. حاضر يا فندم. خير عصمت بيه، طبعا احنا عارفين العلاقه اللي بينك وبين رتيبه. مش فاهم. احنا مراقبين شقتها. مراقبين ليه؟ هفهمك كل حاجه دلوقتي، لكن اللي عايز اقوله لحضرتك ان رتيبه من اخطر الشخصيات المراقبه. رتيبه؟ دي زي الملاك. ده اللي حضرتك بتعتقده، وهي دي الحقيقه. لا، انا هشرح لحضرتك كل حاجه دلوقتي، بس وعد منك تساعدنا في القبض على الشبكه دي وتحاول تستدرج رتيبه. شبكه؟ ايوه. رتيبه؟ انا مش فاهم حاجه ابدا، لكن بشرفي انا مستعد اجرجرهم لك كلهم واحد واحد، بس افهم الموضوع بالتفصيل. ايوه، هو كان بيخبط ازاي كده؟ افتكر كده، انما انا بسأل على الخبط ليه؟ عشان تدخل يا مغفل. فعلا عشان ادخل. طب ادخل اعمل ايه؟ طب انا مالي، انما هو هدخل والسلام. خبر بقى. طب لما اتمسك يا سيدي، لما اتمسك يبقى يحلها ربنا. دي عرفت ان انا اتمسكت وخلاص. يا ده ادخل، ما تبقاش جبان، ادخل. استر يا رب، استر. مساء الخير. انا بقول مساء الخير. ايه، ما بتسمعش؟ بتسمع طبعا، مش كده؟ طب ما بتردش ليه؟ ما بتتكلمش؟ يا حرام. والحكايه دي عن سيادتك من زمان ولا اتولدت بيها؟ مين؟ كلمة السر. نعم، كلمة السر. هو في بينا اسرار يا بيه؟ سر ايه؟ عايز مين؟ عايز هو انتوا عندكم مين؟ قول كلمة السر. ما هو اصلا ما هي قول. هقول. طيب هو ده اخر كلام؟ طب تيمور. طب ما تتكلم من الصبح. تالت باب، تاني دور، تاني ممر، تاني اوضه. ده طلعت صح. طيب مين بقى اللي فوق؟ كلهم ما عدا الراجل الكبير وسرور بيه. ده بقى الراجل الصغير. اتفضل عشان نقفل الباب. اديني الخط يا عزت.
شكرا. الو شوقي بيه، انا نيفين من الاوتيل. طبعا حصلت مصيبه، مسكوا اشرف. ايوه انا سمعت سرور وهو بيكلم ريتا، مش متاكده اشرف ولا مدحت. طيب حاجي لحضرتك بعد ساعه، مع السلامه. الو ايوه مدحت، انت فين؟ تحت؟ طب انا نازله حالا. امال اشرف فين؟ ايه زي ما توقعت. لا ابدا، اما انزل هفهمك كل حاجه. 10 دقايق واكون تحت. ده اللي انا كنت عامله حسابه. يا ترى عملوا فيه ايه دلوقتي؟ هو فين؟ في الأوضة. اتكلم. مش راضي ينطق. طب ورايا. انت يا فندم. صباح الخير. قوم اقف. فعلا لازم اقف. اما السرير يكون متعب لازم الواحد ينام شويه ويقوم يقف يستريح شويه. اتعدل. لا ما هو شوف لك حل بقى، يقف يا اتعدل. اتعدل وقف. طب هديك الاتنين. ايوه. لا كده هقع. استبع الصبح. طب بس مين فينا اللي هيقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم؟ لا ده انت مصيبه. لا. والدتي هي اللي كانت مصيبه، انما انا طالع لوالدي اهبل حتى اشوف اطلع لك لساني. اتكلم كويس. لا ده كتير قوي. اقف اتعدل اصطبح واتكلم كويس. لا ده نتعب كده يا راجل. اسمك ايه؟ ليه؟ اسمك ايه؟ ما انا مش فاهم. انت مين؟ اقول لك انا مين؟ ايوه انا اللي انا مفيش داعي اقول لك انا مين، لا يبقى اعلان والناس يتأذوا فيها. يعني ايه؟ مش مهم بقى. اقعد يا راجل اقعد شويه. افتكرت دلوقتي، بس فهمت كل حاجه. انا عرفت انا شفتك فين. طب مش تفهمنا يا راجل؟ ده انا حتى ضيف عندك. ضيف؟ سالم. ايوه تعالى يا سالم تعالى. الولد ده بس ما تقولش ده بقى. شوف احنا ما نعكش وما نغلطش في بعض. ما تقولش ده ولد من غير ده احبك، تقول ده ازعل منك. الزعل ما حصلش. البني ادم اللي واقف قدامك. شوف كده حلو، بني ادم حلو. اخد عليك وتاخد عليا. هات له حاجه يا سالم، هات له حاجه او كده ظريف. الولد ده وبعدين بقى ينضرب لما يتعمي وما يشوفش اللي قدامه. اهو كده حلو. ولا اللي ورايا انا شايف. اخرس. حاضر. وقف وتعادل واصطبح. اتكلم كويس يا اخي. ودلوقتي اخرس. الله يعال. انت مش عارف انت بتكلم مين. انا عارفك كويس قوي، وعارف الهانم صاحبتك. الله يعني طلعنا معارف. ازيك يا سرور؟ سالم. ايوه ادي زي ما قلت لك لغايه ما يتكلم. عينيا. اتكلم. اضربوني لغايه ما اتعمي. طب والله العظيم لا انا نعمل اول لما اشوف هيضربوني ازاي. انا كنت متاكد انك مش شغاله، واعتقد انك فاكره لما قلت لك الكلام ده، مش كده؟ ايوه لكن دلوقتي ايه اللي حضرتك ناوي تعمله؟ انا خططي دايما بسيطه ومباشره. زي ايه مثلا؟ ايهاب بالحقيقه. هتكذب؟ لا مش معايا. انا هخليها تتكلم غصب عنها. الواضح انك ما تعرفينيش ولا ايه؟ انا اعرف ان حضرتك شخص ظريف ومحامي معروف، بس معروف عني لغايه دلوقتي والحمد لله ان مفيش مجرم قدر يقف قدامي او يتحداني. والله يا فندم كل الناس بتقول الكلام ده عن سيادتك. وريتا مش مجرمه؟ ايوه لكن اشرف ما تخافيش عليه يا بنتي. اعتمدي على الله وعليا. خلاص هكون عندك الساعه 9:30 بالظبط. استاذ عصمت. نعم. افرض ان ريتا رفضت تتكلم ورفضت تقول اي حاجه، هنعمل ايه؟ نشتريها. ازاي؟ تاخد فلوس وبعد كده ممكن تتكلم. يظهر ما عندكيش فكره عن ريتا. انا مستعد ادفع اي مبلغ تطلبه. سيادتك؟ ايوه مستعد ادفع لغايه 100,000 جنيه مثلا. هو انت غني للدرجه دي؟ ايوه عنده ابار بترول في فنزويلا ولغايه دلوقتي مش عارف يعدها. ده شيء عظيم. يا عصمت بيه، نعم.
انا هتصرف لغايه حضرتك ما تيجي. لا لا لا، مش عايزك تعملي اي حاجه لغايه ما اجي. حاضر، بس ارجوك ما تتاخرش. اطمني. ايه اللي نزلني دلوقتي؟ كان ممكن اروح معاه في الاوتيل واستريح شويه عشان على الاقل اقدر افكر. عزيزة سعيد، مالك بتجري كده ليه؟ شفتك نازلة من العربية وانا واقف في البلكونة، قلت انزل الحقك لاني عايزك من الصبح. ليه؟ في ايه؟ مسافرة. هي مين دي اللي مسافره؟ ريتا؟ ايوه هتهرب. انا شفتها بتلم شنطها، قعدت ادعي ربنا عشان تيجي بسرعة. سعيد انت هايل. اسمع، عارف نمرة تليفون الاوتيل؟ طبعا، ده انا طلبتها مليون مرة. شاطر. اتصل بالاستاذ مدحت عزمي، قول له يفوت على الاستاذ عصمت. فهمت. مدحت عزمي وعصمت رشدي المحامي، صح؟ ما شاء الله. أروبة جري يا سعيد. عزيزة، ايه اللي جابك دلوقتي؟ جات لي دوخة وانا ماشية جنب البيت، قلت اطلع. طب ادخلي اوضتك. معلش انا كويسة هنا. انت اتجننتي؟ قومي ادخلي اوضتك. قلت لك انا هنا مستريح. يظهر ان الكلام اللي سمعته صحيح. قومي ادخلي اوضتك ولا هتبحك بالمطوه اللي في ايدي دي. انت فاكرة ان انا خايفة؟ انا عارفه انك جريئه بدليل انك دخلت البيت ده. يعني انت عرفت انا مين؟ سرور قال لي. يلا قومي ادخلي اوضتك علشان تنامي. ان شاء الله نومك هيكون نوم طويل ومريح قوي قوي. اقعدي على السرير. اقعدي على السرير. ايوه كده. ارفعي ايديكي بقى، حطيهم على راسك. برافو. انا مبسوطه منك قوي لانك عاقله بتسمعي الكلام. دلوقتي بقى تنفذي اللي هقولك عليه. ايه ده؟ اشربي. لا ده سم، مستحيل اشربه. ده مش سم، ده منوم. لا سم. انت عايزه تقتليني لكن مش هتقدري. مش معقول اقتلك لان البوليس ممكن يدور عليا بعد كده. لا مش هشرب. يظهر اني هضطر استعمل المطوه. اموت بالمطوه وما اموتش بالسم. ده مش سم، قلتلك احلفلك انه مش سم. ده دواء بس هينومك لغايه انا ما امشي. باين عليكي بتقولي الحق. اتفضلي، انت كده بنت هايله. اشربي الدواء ده. ايه ده؟ انت مجنونه. سيبيني. انا مجنونه زي بعضه. نتكلم بقى في التمن. قلتلك سيبي ايديا. الاول اقعدي هنا على السرير زي ما كنت انا قاعده بالظبط. ايوه كده. بلا عيب بلا كلام فارغ بقى. عايزه كام؟ كام ايه؟ قصدك فلوس؟ ايوه فلوس. انت مش بتحبي الفلوس؟ قولي عايزه كام. انا مش فاهمه. تمن المعلومات. معلومات ايه؟ ما بلاش دلع بقى. اتكلمي قولي عايزه كام وقولي كل المعلومات اللي تعرفيها. مش ممكن ابيع زمايلي. وليه لا؟ اذا كان التمن غالي. تكونيش ناويه تعرضي عليا 100 جنيه؟ 100,000 جنيه. بتبصي كده ليه؟ ايوه 100,000 جنيه. طب ابعدي السكينه دي. بعدين قلتي ايه؟ انت جبت المبلغ ده منين؟ داخله جمعيه. انت مالك؟ اعرف علشان اتاكد ان كلامك صح. ليا واحد صاحبي مليونير. باين عليكي بتتكلمي جد. بس ابعدي المطوه بقى علشان نعرف نتكلم. حاضر اهو. ولا اقولك خليها معاكي واخد انا المسدس اللي في الدور. مفيش. لا في. انتي ناسيه ان انا اللي كنت بنظف البيت كل يوم؟ دي بقى اتكلمي. على فكره 100,000 جنيه عرضه حلوه قوي. انت عايزه تعرفي ايه؟ عايزه اعرف فين رعد السما. انا ما عنديش اي فكره عن مكانها. لكن تقدري تعرفي. ايوه. انت عايزه تعرفي ايه تاني؟ جوزي اختفى من اسبوع وكان بيراقب سالم. اسمه ايه؟ اشرف منصور. طيب انا هعرف من سالم. عايز حاجه تانية؟ سؤال واحد مش صعب قوي. ايه هو؟ مين تيمور؟ انت مجنونه. مش قوي. قوليلي مين تيمور؟ محدش فينا يعرف مين هو تيمور ده. محدش شافه. لكن انت تعرفي مين هو. انت شفتيه. ايه اللي خلاكي تفكري في حاجه زي دي؟
انت حلوة وممكن تيمور يقع في غرامك ويقول لك هو مين. ادي كل الحكاية. انا كنت حلوة. بالعكس انت لسه حلوة لغاية دلوقتي. فعلا تيمور حبني وقال لي على شخصيته الحقيقية. انا عارفة تيمور. طب اتكلمي. احلفي انك مش هتقولي ان انا اللي قلتلك. احلف لك ان محدش هيعرف ان انت اللي قلتي. ولا 100,000 جنيه بكرة الصبح مستعدة اديلك اي ضمان انت عايزاه. لكن انا خايفة لا يكون تيمور موجود. ايه اللي هيجيبه؟ تيمور ممكن يكون موجود في اي وقت. مين ده؟ قلتلك ما تخافيش لان انا وانت اللي في البيت بس. ازاي؟ مش ممكن، ده في صوت حاجة انهبدت بره. تيمور هنا. ده مجرد وهم، احنا لوحدنا. لكن وبعدين بقى في لعب العيال ده شيطان ممكن يكون معانا في الأوضة دلوقتي حالا. ما تخافيش، فكري بس في 100,000 جنيه تستلميهم بكرة وممكن الليلة وتسافري البلد بعيد قوي. خلاص؟ ايوه خلاص. يلا اتكلمي. مين تيمور؟ تيمور اتكلمت؟ اتأخرنا عليك. مش ممكن، مش معقول. مدحت يا استاذ عصمت الحقوا. ايه شيلها معايا مدحت بيه. يلا. ايوه لا تعال حطها هنا على السرير. ايوه كده. ايوه. قولي لي اتكلمت ولا لا؟ اكيد لا. فعلا وصولكم كان في توقيت غير مناسب. طب والعمل؟ نستنى لما تفوق. يا ترى سألتيها عن ايه؟ عن أشرف وعن رعد السما. قالت إنها هتعرف مكانهم من سرور. وسألتها عن شخصية تيمور الحقيقية، كانت هتتكلم وتقول هو مين. يعني هي عارفاه؟ أكيد. وقالت إنه كشف لها عن شخصيته الحقيقية. كويس. يبقى لازم تفوق عشان تتكلم. على مهلك يا أستاذ عصمت، دي مغمى عليها. نفوقها بشوية كولونيا. مفيش هنا نشادر يا أستاذ عصمت؟ ما افتكرش، او على صح ما اعرفش، لان مفيش حد اغمى عليه قبل كده في البيت ده. هروح اعمل لها كوبايه ليموناد. لا استني لما تفوق. على ما اعملها تكون فاقت. طيب انا جاي معاك لاني عارف طريق الحاجه. مش سعيد جوه معاكم؟ لا سعيد خاف. من ايه؟ خاف لريتا تضربه. وفين هو دلوقتي؟ في الاوتيل. مدحت دخله اوضته وقفل عليه. ساكت ليه يا مدحت؟ لا ابدا، بفكر. في ايه؟ في نحسنا ده. يا اخي لا نحس ولا حاجه، دلوقتي تفوق وتتكلم. في حاجه كمان محيراني. ايه هي يا مدحت؟ ايه اللي خلاها اغمى عليها؟ شيء طبيعي جدا اللي حصل. واحده خايفه لا يكون تيمور موجود في البيت، فجاه سمعت الباب بيتقفل. اتخضت في الاول، لكن انا اقنعتها ان اللي سمعته ده مجرد تهيؤات من كتر ما هي مرعوبه. واقتنعت؟ ايوه، وتقريبا بدأت في ثواني تفكر في 100,000 جنيه واللي ممكن تعملوا بيهم بعد ما تاخدهم وتهرب. قررت تتكلم، لكن برضو فجأة دخلتم فأغمى عليها من الخوف. معقول برضو. أنا هدخل أعمل لها ليموناتا. لسه عايز تيجي معايا يا أستاذ عصمت؟ ما قلتلك إن أنا عارف طريق الحاجة. يظهر إن حضرتك نسيتي إني اشتغلت في البيت ده أسبوع. والله فعلا. عن إذنكم. نيفين مش طبيعية أبدا. ليه؟ بالعكس، واضح إنها طبيعية جدا، تتكلم بمنطق سليم وأفكارها مرتبة. لكن نظراتها بتقول غير كده خالص. على كل حال أنت تعرف أكتر مني. اختفاء أشرف هو اللي بخليها كده. والله جايز. لا مش جايز، ده أكيد. تفتكر يا أستاذ عصمت إيه اللي ممكن يعملوه في أشرف؟ مش عارف بالظبط، لكن اختفائه الفترة الطويلة دي محير فعلا. الله، دي فات. ريتا ريتا فوق يا ريتا. عصمت، أنا ماليش ذنب في اللي حصل. ما تتكلميش دلوقتي. اهدي. أرجوك يا عصمت، صدقني أنا ماليش ذنب. بعدين نتفاهم. المهم دلوقتي إنك تروقي وتهدي كده. طب أرجوك اديني شوية المية اللي في الكوباية دول. خليك يا أستاذ عصمت. اتفضلي. شربتي؟ أحسن دلوقتي؟ الحمد لله. دلوقتي بس أنا استريحت. دلوقتي بس أنا مطمنة. قصدك إيه؟ ولا حاجة، بعدين هتعرفوا كل حاجة. ايه فائت؟ ايوه فائت.
يلا يا ريتا عشان تشربي كوبايه الليموناته. ايه ده؟ اوعى تكون شربت من الكوبايه اللي انت ماسكها دي يا مدحت. دي ريتا هي اللي شربت منها. وريني الكوبايه دي. الله، فيها ايه الكوبايه دي؟ سن. ممكن حضرتك تقولي اسمك بالكامل؟ نيفين عادل رشدي. سنك؟ 25 سنة. مهنتك؟ زوجة. وبتعملي ايه هنا؟ ولا حاجة. ولا حاجة؟ ازاي؟ شوف هقول لحضرتك كل حاجة بصراحة. يكون افضل. واحب اوضح كل الامور عشان ما احبش اتحط في زنقات مش قد كده. مظبوط. اتفضلي بقى اتكلمي. بصراحة انا مش هتكلم ولا هقول حاجة. افندم؟ مش حضرتك بتحب الصراحة؟ ايوه لكن هو ده كل اللي اقدر اقوله كده. ايوه. طب اتفضلي حضرتك استريحي هنا، وليا كلام كتير معاكي بس مش دلوقتي. تحت امرك. اتفضل حضرتك هنا لو سمحت. حاضر. اسمك؟ مدحت عزمي سلامة. سنك؟ 33 سنة. مهنتك؟ صاحب ابار بترول. فين؟ مش هنا طبعا، في فنزويلا. اصلي مش عايش هنا. وايه علاقتك برتيبة المجني عليها؟ ولا اي حاجة يا فندم، انا اول مرة اشوفها النهاردة. ازاي؟ دخلت اغمى عليها، فاقت بعد شوية وطحرت وماتت. وايه سبب وجودك هنا؟ بصراحة يا فندم؟ ايوه بصراحة. زي نيفين ما قالت لحضرتك بالظبط. الو. ايوه موجود يا فندم. حاضر. شوقي بيزون يا فندم. طيب الو. ايوه يا فندم. ايوه كده، لانهم مش راضيين يتكلموا وانا ما كنتش اعرف. حاضر يا فندم. نيفين هانم، استاذ مدحت. يا فندم انا اسف جدا، تقدروا تتفضلوا. يعني خلاص؟ شوقي بيه فهمني باختصار شديد واسف جدا. طب عملتوا ايه معاه؟ انتحرت. وماتت؟ ايوه. يا حرام. انما حرام ليه؟ تستاهل. لا يا سعيد، ما تقولش على حد مات يستاهل، قول الله يرحمها. ما كانت مجرمة. ولو لازم تقول الله يرحمها. حاضر. الورقة يا هانم. ميرسي. روح انت. منين الورقة دي؟ من اشرف يا سعيد. مين؟ على مهلك. خليك مستريح. انت مين؟ مش مهم اسمي. امال ايه المهم؟ نخرج من هنا. نعم؟ نخرج من هنا حالا. يبقى لازم اعرف انت مين. مش هيفيدك انك تعرف انا مين. طب نور النور. مش ممكن، لو نورت النور هيعرفوا ان في حد معاك. طب انت عايزه تهربيني ليه؟ لانك صعبان عليا. ربنا يخليك، شفت الضرب اللي انا بنضربه. مسكين، بس لازم تهرب. طب اسالك سؤال ممكن؟ ايوه اتفضل. انت معاهم ولا معانا؟ يا ضلوع. انا مع الحق. الله تبقي معانا. جايز. طب بتعملي ايه هنا؟ ما تهربي انت رخرة. ما اقدرش. الله ليه؟ هيقدروا يوصلوا لي ويجيبوني، انتوا ما تقدروش تحموني. لا نقدر. ما تقدروش. يوه انت تعرفينا؟ لا. سمعت عننا؟ لا. يبقى بتحكموا علينا ازاي؟ يا ضلوع. منك. مش فاهم. تهورك، دخولك هنا، عدم مقدرتك في الدفاع عن نفسك. يا سلام، عدم مقدرتي؟ ايوه. دول 18 يا انسه، 18 واحد وكل واحد فيهم قد الفحل، وكل فحل فيهم يقفل حاره وقهوه وهو رافع ايده. 18 اتلموا عليا وهات يا ضرب وانا ساكت، وهات يا ضرب وانا ساكت، وانا اصل ليا حدود. وبعدين الحدود خلصت بقى، اعمل ايه؟ ده انا لو مشيت نفسه كان زماني مت. ما انت كويس اهو. لا انا استحملت الضرب، بس اصل انا متاسس وانا صغير حلو قوي في الحكايه دي. شاطر. طب بس اسمعي الكلام بقى وهربي نفسك زي ما بتهربيني. لا اهرب انت. يلا قوم. السكة دلوقتي فاضية، ولو ما هربتش دلوقتي مش هتقدر تهرب بعد كده، ومش هتلاقي فرصة أحسن من دي. على كيفك، ولو اني يعني كنت بقول اذا كنت اهرب انا وتقعدي انت تهربي براحتك زي ما انت عايزه. طب على كيفك، يلا. مفيش حد. مفيش. شايف السور ده؟ السور العالي قوي ده؟ ايوه. حلو، ماله؟ نط من فوق هتلاقي نفسك في الشارع. انط من فوق ايه؟ السور ده
ايه خايف؟ لا بس جسمي مدشش. مش مهم، المهم انك تهرب دلوقتي. على رأيك. انا هفضل جنب السور اراقب لك الطريق لغايه ما اطمن. متشكر قوي. يلا بقى نط. حاضر، ما تزعقيش وانا فيها نفس. انما على فكره انت حلوه قوي. انت في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ فعلا انا في ايه ولا في ايه. ميرسي. انا مش هنسالك الحكايه دي ابدا. نط بقى يا دي النط. حاضر هنط. انت يا شابه انت لسه ما هربتش. عايز ايه؟ المفاتيح. بتقول ايه؟ المفاتيح. ما اقدرش ازعل اكتر من كده. مفاتيح العربيه. اهي. متشكر. اسمك ايه بقى؟ انت لسه واقف؟ اتحرك وانفد بجلدك. حاضر. انت سعيد مش كده؟ وانت زميلي اشرف صح؟ صح. ايه بقى اللي حصل؟ ابدا، لما رجعت من بره كانت قاعده هنا في الصالون بتاع الاوتيل وقالت لي ان ريتا ماتت. وبعدين جه الجرسون ادالها ورقه قريتها وقالت انها لازم تسافر اسكندريه حالا. وانت ما سالتهاش مسافره ليه؟ لا. طب ما قريتش الورقه دي؟ برضه لا. يمكن الورقه سعيد معاها. لا، فوق. ايوه، بعد ما قالت انها لازم تسافر طلعت علشان تغير هدومها وافتكرت انها سابت الورقه في الدرج. طب اطلع جري هات الورقه دي. هوا. تفتكر يا شوقي بيه ايه اللي مكتوب في الورقه دي؟ مش ده المهم. امال ايه؟ المهم من مين الورقه دي وجات ازاي ومين اللي سلمها. عندك حق يا فندم، لكن تفتكر انها من سرور ولا من تيمور؟ مرجح لغايه دلوقتي ان الورقه من سرور. ليه؟ ريتا ماتت وسرور عرف ان نيفين هي اللي كانت موجوده، واغلب ظنهم ان نيفين هي اللي قتلت ريتا، عشان كده بعتوا لها يستدرجوها. ايوه بس نيفو مش غبي عشان ينضحك عليها بسهوله. مين نيفو دي؟ نيفو نيفين يعني. نيفو. وعلى فكره انا ما بقولش انها غبيه، انا اقصد انها سافرت وهي متوقعه ان ده كمين ليها. انما انتوا عارفين نيفين دايما مندفعه وما بتفكرش في اي شيء الا بعد ما تعمله. وده سبب البلوى اللي احنا وقعنا فيها. المهم احنا قاعدين نقيمها دلوقتي ولا ايه؟ لا يا فندم، احنا بنستنتج. وعلى فكره انا خايف عليها قوي. كلنا خايفين عليها. ايوه يا فندم، بس انا جوزها يعني خوفي عليها مضاعف. ايه الورقه؟ هات يا سعيد. الورقه دي من مين يا فندم؟ سرور ولا تيمور؟ ولا سرور ولا تيمور. امال من مين يا فندم؟ من اشرف. مين؟ منك. خد. احضري حالا فيلا الحمام ابو قير، احداث خطيره. اشرف. يعني ايه ده بقى؟ والله انت طبعا ما كتبتش الجواب ده ولا ايه؟ لا طبعا لا، وده مش خطي كمان. المعنى واضح جدا. كمين وقعت فيه بس بشكل مختلف عن اللي احنا قلناه. يعني نيفين رايحة على أساس إن الورقة دي من أشرف. طبعا يا سيدي. يعني الموقف مش زي ما تخيلناه وإن سرور بيحاول يستدركها ولا حاجة. لا سرور بيستدركها فعلا، لكن عن طريق أشرف. أنا جات لي فكرة. إيه؟ ليه يا فندم ما نقبضش على سرور؟ بتهمة إيه؟ إرسال ورقة مزورة لنيفين؟ لا طبعا، بتهمة خطف رعد السماء. طب فين الأدلة عليه؟ الأدلة كتير. زي إيه مثلا؟ الفيلا اللي في جليم، الضرب اللي انضربه أشرف. يوه ما تفكرنيش يا أخي بقى، كل ما تيجي السيرة دي كل جسمي بيوجعني. أيوة يا مدحت، لكن دي مش أدلة كافية أبدا. إزاي بس؟ ممكن إنكار، ممكن يقولوا إنهم ما شافوش، ممكن حاجات كتير قوي قوي قوي. أيوة بس إيه الحل؟ أولا لازم يكون في إيدينا أدلة مادية. ثانيا نقبض عليهم متلبسين بجريمة. ثالثا هم مش أغبياء عشان يمكنونا من الحاجتين دول. المهم قوم نروح لعصمة أشرف. هيجي اليوم اللي يغلطوا فيه الغلطة اللي تمكننا من قبضها اليوم. امتى؟ لما نفقس؟ لو ظهرت رعد السماء. رعد السماء مش هتفيدنا لا بكتير ولا بقليل. ليه؟ لأنها فقدت الذاكرة. سمعت الكلام ده منين؟ في اوقات الراحة اللي كنت بفوق فيها بعد ما بيضربوني ويغمى عليا. طب وما قلتش ليه؟ وافرض يا فندم اني قلت، هنجيبها ازاي؟ بس كان لازم تقول يا اشرف. ما انا كنت هقول، انما لما سعيد ضرب تليفون عشان يقول لنا عن سفر نيفين نسيت. على العموم ده خبر مش ظريف ابدا. بيقولوا ان فقدانها الذاكرة فقدان مؤقت،
يبقى عشان كده مخلينها معاهم ومنتظرين رجوع الذاكرة لها. هي دي الفيلا؟ مش عارف، قرب عليها شوية كده. ايوه، فيلا الحمام بالظبط زي بتاع اللبن ما وصف لنا. دي باين ما فيهاش حد خالص. طب نسأل مين؟ المكواجي بيفتح اهو، تعالوا نسأله. صباح الخير يا مكواجي. صباح الفل عليك وعلى اللي معاك. لو سمحت فيلا الحمام فاضية؟ من زمان. حضرتكم عايزين تأجروها؟ لا احنا بنسأل عن اصحابها. اصحابها زايبينها من زمان ومعروضة للإيجار. غريبة. نعم يا بيه. لا ابدا. طب احنا عايزين نأجرها، نتكلم مع مين؟ الساعة كام مع حضرتك دلوقتي؟ 7:30. تقدروا تروحوا لأم حنجل، هي اللي تعرف كل حاجة. أم مين يا اخويا؟ حنجل، ساكنة في الشارع اللي بعد اللي جاي، تالت بيت الدور التاني. طيب احنا متشكرين قوي. البيت اهو، تطلع معايا؟ لا انا هستناك هنا. صباح الخير. صباح. عايز مين؟ ام جنجل والنبي. ام حنجل يا اخويا. يا مؤاخذة يا فندم، هي موجودة؟ انت مين؟ انا اشرف، ممكن سيادتك تندهيها لي؟ انا ام حنجل. اهلا وسهلا. المهم فيلا الحمام. انت جاي عشان الفيلا؟ اتفضل. لا معلش، الله يطب علينا حنجل تبقى مش ليلة. هو مين ساكن الفيلا دي؟ ما دخلهاش حد يا اخويا من 3 سنين. كل اسبوع اروح انضفها، وبصراحة يا اخويا الفيلا دي منحوسة مش عايزة تتأجر. انا لسه منضفاها امبارح لما سمعت ان فيه ناس جايين بكرة بالليل. ومشيتي من هناك الساعة كام؟ 12 يا اخويا. طب ما شفتيش بنت عندها حوالي 22 سنة حلوة قوي وشيك ماشية جنب؟ لا، كل البنات اللي هنا وشهم يقطع الخميرة من البيت. لا دي اصلا مش من هنا. لا يا اخويا ما شفتهاش. طيب ممكن أأجر شاليه قريب من الفيلا؟ روح عند المعلم قورة، قول له انك جاي من عندي وهو هيديلك اللي انت عايزه. شكرا يا ام فنجل. يوه حنجل ده ايه رأيك؟ مش عارف، انما الحل الوحيد هو اننا لازم ننزل مصر دلوقتي. طب ليه؟ هنعمل ايه في مصر؟ والله مش عارف برضه، لكن الواضح هو اننا ملناش وجود هنا خالص، وفي مصر هنعرف نفكر اكتر ونتصرف احسن. عندك حق، هم اكيد حسوا اننا هنعرف. 1,000,000% هم عارفين كويس قوي اننا هنعرف، والا ما كانوش سابوا الورقة اللي بعتوها لنيفين. يبقى لازم ننزل مصر، بس دلوقتي؟ لا الصبح. طب ازاي تسافر من غير ما تتصل بيه على الاقل؟ هو ده اللي احنا مستغربين له. اكيد غلطت، لكن البنت ذكية جدا ومن حقها انها تغلط ولو مرة واحدة. احنا مش متضايقين ولا زعلانين عشان غلطت، احنا خايفين عليها طبعا، وفي اعتقادي انهم خطفوها عشان تسكت وما تتحركش وتبطل بحث وراهم، وغصب عنك طبعا هتسكت طول ما هي في ايدهم. مين ده؟ انت طبعا. انا برضو فكرت في كده. يبقى اطمن، مش هيأذوها طول ما انت مسالم، وطول ما هم مطمنين ان رعد السماء ما وقعتش. طب ما رعد السماء فعلا ما وقعتش في ايدينا. مين قال الكلام ده؟ يعني ايه؟ لقيتوها؟ ايوه. ازاي وامتى وفين؟ انا عايز اشوفها. طيب اقعد بس، اهدى شويه. لا مش ممكن قبل ما اشوفها. وبعدين بقى كده مش هنعرف نتكلم. طب فين هي بس؟ ما جبتهاش المكتب ليه؟ لانها ما قدرتش تيجي يا سيدي. ليه؟ لانها عامله حادثه وراسها مفتوح. بتقول ايه؟ امتى؟ امبارح. حاولت اتصل بيكم لكن ما كنتوش موجودين. فعلا. لكن هي لا هي كويسه. نقلتها مستشفى خاص، ولما فاقت قالت اسمها، وده معناه ان ذاكرتها رجعت لها. الحمد لله. انما حضرتك كنت موجود ساعة الحادثة؟ لا طبعا، ده سكرتيري هو اللي كان موجود، وشاف ناس ملمومة، قام قرب وشاف واحدة مرمية على الارض وبتقول ان اسمها رعد السماء، فاتصل بيه على طول. صدفة غريبة مش كده؟ صدفة.
انا شايف ان الصدف زودتها قوي في الموضوع ده. ليه لا يا اخي، طول ما بتخدمنا اهلا وسهلا بالصدف. استاذ عصمت ارجوك لازم نروح لها دلوقتي. لا 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 مش ممكن النهارده. لا الزياره ممنوعه. لا لازم اشوفها. يا سيدي بيقول لك بكره. رعد الحمد لله على السلامه يا رعد. مين؟ انت مين؟ انا انسه رعد، ده ابن خالك مدحت. ايه؟ صحيح ده ابن خالي عزمي. رعد ايه ده؟ يا سلام. انت ليكي خال غير خالك عزمي؟ ما بلاش هزار بقى امال. يا سلام يا رعد، ما كنتش مصدق اني هشوفك تاني ابدا. انسه رعد. ايوه انا اشرف جوز نيفين. نيفين مين؟ نيفين مين؟ نايفن اللي كانت معاكي اول امبارح. استاذ اشرف انت بتسالها على حاجه لا يمكن تكون فاكراها. يا بيه ده اول امبارح، هتنسى كمان ده؟ اول امبارح يا سيدي كانت لسه فاقده الذاكره. لا طب ما هي رجعت لها دلوقتي. لا مظبوط، لكن ذاكرتها الطبيعيه هي اللي رجعت لها. وفقدت بقى ذاكرتها اللي كانت معاها من ساعه ما فقدت ذاكرتها الطبيعيه. تمام اديك فهمت. والله ما انا فاهم حاجه. بعدين افهمك. عموما هي مش فاكره حاجه ابدا من اللي حصل طول ال3 سنين اللي فاتوا. جايز. رعد. نعم. من يوم ما مات بابا وانا بدور عليكي. خالي مات؟ ايوه يا رعد، من 1.5 سنة. بيقولوا ان بقالي 3 سنين فقد الذاكره. كل السنين اللي راحت دي هعوضك عنها وبأحلى منها كمان، بس تقومي بالسلامة. رعد انا هاخدك معايا. فين؟ فنزويلا. اختي باب زويلة. قلت لك نفسي تهزر يا اخي. ما هو شوف انا هزر يا طمقت او اتجنن، اتصرف زي ما انا عايز بقى. يا ترى انت فين يا نايفي؟ لا هزر على كيفك يا اشرف، ما تضيعش اللي اتفقنا عليه طول الليل. خلاص. انت لسه عايش في فنزويلا؟ وبقول لك هاخدك على هناك اول ما تخفي، كل ممتلكاتي هناك. ما تيجي نعيش في مصر؟ يا ريت، لكن الحاجات اللي هناك اعمل فيها ايه؟ يا سيدي اجرها مفروشه. اجر ابار بترول مفروشه يا اشرف يا اشرف يا مدحت، خلونا نتكلم في الجد. اتفضل. ولان الله العظيم يا بيه انا بقول له على مشروع هيندم لو منفذوش. بيقول لك نتكلم في الجد. خلاص يا سيدي خلاص اتكلم يا استاذ عسل. يا انسه رعد. افندم. تقدري حضرتك تفتكري مكان الاوراق اللي استلمتيها يوم غرق الباخره؟ باخره؟ ايوه. باخره ايه؟ واقول فقد الذاكره ولا رجعت تقولوا لي رجعت لها ذاكرتها الطبيعيه؟ يا اخي استنى شويه امال. يا انسه رعد اوضح لك السؤال عشان تفتكري كويس. اتفضل. الباخره اوشن اللي غرقت من 3 سنين وانت كنت واحده من بين الركاب، كان من بين ركابها مخترع سلمك الاختراع وقت غرق الباخره. فاكره الاختراع ده وديتيه فين؟ ايوه افتكرت. رجعت الذاكره. الحمد لله. حصل في واحد اداني الاختراع واتفقنا على ميعاد، لكن للاسف اتاخرت عليه، وده واضح من كلامكم. ممكن يا انسه رعد توصلي او تدينا الاختراع ده عشان نوصله؟ لا. فقدت الذاكره. استنى بس، ليه لا يا رعد؟ ليه لا؟ لانها مش معايا. امال فين؟ في مكان سري جدا. ايوه انا خبيته فيها. فين؟ في ابو ايه. يا اشرف قدف. هات قدف. انا هاخد. شايف التأديب يبقى ازاي؟ انا هغني لك عشان شايف. طب يلا. هدنا قلوعك. اشرف اهو المكان اهو يا اخي. الصخرة اللي وصلتها نفس الشكل. فعلا يلا بينا بسرعه. يلا اشرف. بس اي مد ايدك بقى، طلع الاختراع. ما تمد ايدك انت، انا مالي يا اخويا، مش يمكن يطلع فيه كابوريا ولا حاجه؟ حاضر اهو. لقيت حاجه. يا دي غويطه قوي. ايه اهو؟ ايه لقيته اشرف. مبروك يا اشرف. الله يبارك فيك، عقبال الاولاد. افتح بقى، شيل الشمع الاحمر. ايوه شيل. ايوه كده. ايه ده؟ ايه في حاجه؟ ايه يا اشرف؟ ايه يا خبر اسود، مع تحيات تيمور. ايه ده؟ يعني ايه؟ خد الاختراع؟ طب وعرف منين وازاي وجا امتى؟ انا مش مستريح للموضوع ده. ولا انا. انت شايف ايه يا اشرف؟ في حاجه حصلت في الفتره من امبارح بعد الظهر لغايه النهارده الصبح. زي ايه مثلا؟ تيمور عرف المكان ده امبارح. طب ليه ما يكونش قبل كده؟ مش ممكن. طب ليه؟ لان رعد السما كانت معاهم طول الوقت، وخلوها معاهم علشان لما تفوقوا ترجع لها الذاكره تقول لهم على مكان الاختراع.
يبقى ازاي عرف المكان ده وجا في الفترة اللي فاتت؟ في دي معاك حق، بس عارف منين؟ بررمبامبا، ما تعرفيش اني اقدر اقرا يا اشرف مش وقت هزار ده يعني. اقول لك ايه بس، اصل تيمور ده مش سهل وممكن يكون عارف المكان. لا انا مش مصدق. لا صدق بقى. يعني برضه تيمور قدر يضحك علينا. ادخل. تمام يا فندم. اتفضل يا فندم الورقه دي. اشاره. طيب هات. روح انت. اقوم انا يا فندم بقى، شايف ان حضرتك يعني سكت فجأة. لا يا اشرف خليك، الورقه اللي جت دي تهمك انت يا فندم. اشرف احنا في موقف حرج جدا الحقيقه، انا مش عارف اقول لك ايه. قول يا فندم، في حاجة خطيرة في الورقة دي. ايوه. ايه هي؟ نيفين. مالها يا فندم؟ جرالها حاجة؟ لا، هدومها وشنطتها وفيها اوراق تثبت شخصيتها جنب جنب ايه؟ جنب النيل. يا دي النيلة، يعني ايه موتوها؟ للاسف ايوه. لكن ده يا فندم مش ممكن. امسك اعصابك يا اشرف. يعني خلاص؟ هو ايه اللي خلاص؟ أبلة نيفين. مالها يالا؟ مش بتقولوا ان أبلة نيفين ماتت؟ مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ أنكل أشرف. اشرف؟ ايه يا ابني؟ طب بتبص لي كده ليه؟ انت عيان؟ لا. امال انا حاسس انك عيان ليه؟ فاكرني بخرب. بصراحة ايوه. لا يا سعيد يا ابني، نيفين ما ماتتش. صحيح؟ والنبي بتتكلم جد؟ الله، ما انت شايف دوت هزار. لا بس ليه كلهم؟ لانهم كلهم دخلت عليهم اللعبة الا انا. يا سلام. شوف ازاي بقى، شاخد لي بالك انت. شاخد لي بالك. وافرض ان الموضوع ده صحيح وانك انت اللي بيتهيألك لوحدك انها عايشة. وادي سعيد. نعم. يبقى لازمة الحاجات دي دلوقتي؟ لازم تكركب لي مصاريني؟ انا بقول يعني. لا باذن الله ما فيش كلام من ده. اسمع، انت عارف اوضة انكلك مدحت؟ ايوه عارفها. تعرف تدخلها؟ ايوه من الباب. ده ايه الذكاء ده؟ ما هو طبعا هتدخلها من الباب. اقصد يعني معاك مفتاح الباب؟ لا معايا الطفاش. حلو. هلا انت بشغل حرامي بعد الظهر يالا؟ لا. شاخد لي بالك انت. شاخد لي بالك، بس دي لزوم الشغل. كويس. تدخل الاوضه وتدور فيها كويس. على الفلوس؟ مش بقول لك انك حرامي مش مصدقني؟ افهم الاول، افهم كلامي، كل كلامي افهمه. حاضر. تدخل بقى تدور على اوراق مهمه، باسبور، بطاقه تموين، فيش وتشفيش. ليه؟ في حاجات بالنسبه لمدحت؟ حاجه زي ايه؟ مش عارف، انما ليه عايزني ادخل اوضته من وراه وادور فيها؟ لاني شاكك فيه. ادخل. الله مدحت، ايه اللي جابك؟ ايه ما كنتش عايز ناجي ولا؟ لا اصل زي ما تقول كده. مالك يا اشرف؟ في حاجه؟ ابدا، هو الموضوع كله يعني هو انك عيب تسيب رعد السما وتيجي. يعني هفضل قاعد جنبها ولا ايه؟ ليه لا؟ هي لازم تستريح كمان. ونتعب احنا. مش فاهم. ما تاخدش في بالك. الله، ايه حكايتك النهارده بالظبط؟ مالك مش على بعضك كده؟ عشان سعيد. ماله سعيد؟ اصله بيدور على ايه؟ دي المصيبة عليا. بيدور مين قال بيدور؟ ما هو لقيتني. بس يا جدع انت الله يخرب عقلك. بص وراك. استاذ مدحت هتودينا في داهية. استاذ مدحت، شفت اللي حصل؟ شفت المصيبة اللي حصلت؟ مصيبة يا سعيد؟ أبلة نيفين. مالها يا سعيد؟ مالها؟ ايه اللي حصل؟ اتكلم اشرف. ايه الحكاية؟ حصل حاجة لنيفين؟ أبلة نيفين ماتت. انت بتقول ايه؟ ايوه يا ربي أبلة نيفين ماتت. بس انتوا الاثنين انتوا اكيد مش سامعين النهارده. صدقني يا استاذ مدحت، انا مش ممكن اصدق حرف واحد من اللي انتوا بتقولوه ده. انا هكلم شوقي بيه. بس كفايه ده انت مصيبه. انت هتنفع ممثل والله. انت خدت الوقت في دوك. طب بس لا يسمعك. الو. ايوه شوقي بيه زهني لو سمحت. مدحت عزمي اللي بيتكلم. شكرا. في حاجة انتوا مخبينها عليا ضروري. ايه هي؟ مش عارف. ايوه. الو. ايوه يا فندم. اشرف. نعم. اسيبه في حاله؟
ليه؟ ايه؟ سيادتك متأكد؟ لا اصلي ما صدقتهمش. وازاي ده حصل وامتى؟ طيب يا شوقي بيه، حاضر، بكره الصبح افوت على حضرتك على طول. لا 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 ابدا، اصلي رايح الجوازات بكره الصبح. طيب حاضر، مع السلامه يا فندم. اشرف، انا اسف يا اشرف. يا مجرم انت يا عفريت، لعبنا الدور حلو قوي قوي. انت كارثه مسيحه. ليه بس كده؟ انت مسكت التمثيل، انت خليتني اعيط بحقيقي. يلا لا ولا امينه رزق ولا زكروس مش معايا بجد. قول لي بقى ايه اللي لقيته؟ صورة مين؟ ما اعرفش، استنى لما اطلعها من جوه الفانيلا. هات. الفانيلا دي غريبه قوي، هات. ايه ده؟ الوش ده مش غريب عليا. ايه، شفتها قبل كده؟ اكيد. فين؟ مش فاكر. بس افتكرت، البنت دي هي اللي هربتني من الفيلا في اسكندريه. بجد؟ ايوه، لكن ايه اللي جاب صورتها في اوضه مدحت؟ مظبوط، ازاي صورتها مع مدحت؟ اكيد في سر. سر ايه؟ وبين مين ومين؟ انت هترجع بقى تزرجن وتسال تاني؟ ما انا مش فاهم. حاضر، انا هفهمك. انت لو كنت ما تعرفنيش ولا شفتني قبل كده ولا عمرك سمعت عني، صورتي ممكن تبقى موجودة معاك؟ لا طبعا. حلو قوي. يبقى ازاي صورة البنت اللي هربتني موجودة مع مدحت؟ فعلا، ازاي؟ يبقى لازم يعرفها وشافها قبل كده. شاخد لي بالك انت؟ طبعا. يبقى في الحالة دي لازم نروح لشوقي بيه ونقول له على كل حاجة. شاخد لي بالك انت؟ شاخد لي بالي. حلو، يلا بينا بقى. ادخلي هنا. ايه ده؟ انتوا ايه؟ ما عندكوش ضمير؟ لو سمحتي كوبايه ميه. تعالي الاول، اتسندي على كتفي. ايوه، على مهلك لغايه السرير ده وخلاص. ايوه كده، على اقل من مهلك. متشكره. ممكن تديني شويه ميه؟ ثانيه واحده. اتفضلي. انت ايه اللي جابك هنا؟ هم اللي جابوني لغايه هنا. انت تاني واحده تيجي. في واحده جت هنا قبلي؟ لا، واحد. اسمه ايه ما تعرفيش؟ اسمه اشرف. ما تجهديش نفسك، خليكي مستريحه. وراح فين دلوقتي؟ بعدين اقولك، هفهمك كل حاجه بالليل. عن اذنك دقيقه واحده. رايحه فين؟ هجيب لك ميكروكروم واجي على طول. ما تتاخريش. مش هخرج من الاوضه، كل حاجه موجوده عندي في الدولاب. انت هنا بتعملي ايه؟ ليه؟ مش باين عليكي زيهم. انا زيك انت بالظبط. غريبة قوي الحكاية دي. ايه رأي حضرتك؟ اذا كانت رعد بتشتغل لحساب العصابة دي، ايوه، ايه اللي خلاها توصف لهم المكان اللي شارت فيه الاختراع؟ هي دي المشكلة فعلا. ولا مشكلة ولا حاجة يا فندم، كل الحكاية ان ذاكرتها رجعت لها تاني. لا 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 لا، في حاجة اهم من ذاكرتها والكلام الفارغ ده. حاجة زي ايه؟ اذا كانت رعد فعلا بتشتغل لحساب العصابة دي، واذا كانت هي اللي استدرجت رؤوف الشناوي عشان يديها الاختراع زي ما اشرف بيقول، تبقى المسألة وضحت. الله، بالكام جملة بقى اللي حضرتك قلتهم دول المسألة اتعقدت. ليه بس؟ ما فهمتش. افهمك. انت بتقول انها بتشتغل لحسابهم، تبقى هي ما فقدتش الذاكرة ولا حاجة. العملية كلها هي محاولة لإيهامنا ان الاختراع وقع في ايدين تيمور عشان ما نبحث عنه تاني. عموما احنا ما يهمناش الاختراع، احنا بيهمنا تيمور نفسه. ازاي يا فندم ما يهمناش الاختراع؟ الاختراع لو في ايدين تيمور مش هيعرف يحل رموزه. صح كده. طب استاذ عصمت، تقدر تفسر لنا وجود الصورة دي في اوضة مدحت؟ ما هو لسه كان بيقول غريبة قوي الحكاية دي. فعلا، ايه علاقة مدحت ببنت بتشتغل مع العصابة؟ وايه اللي ودى صورتها لغاية اوضته؟ لازم بقى مدحت بيشتغل مع العصابة. مين يا بيه؟ مدحت بيشتغل مع العصابة دي، ومش بعيد كمان. مش بعيد ايه؟ لا 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 ولا حاجة، اصلي افتكرت مسألة كده لكن. طب يعني مش معقول. ممكن بقى انا لا مؤاخذة اعرف؟ انا خلاص مخي بقى عامل زي البلوزة. حاضر افهمك يا اشرف. امال الورقة دي جات لي من مين؟
مش من أشرف طبعا. ليه؟ لأن أشرف ما كانش في حالة تسمح بإنه يكتب لا ورقة ولا أي كلمة على حيطة حتى. يا حبيبي أشرف. إيه؟ هو خطيبك؟ لا جوزي. اتجوزتوا من زمان؟ ما كملناش شهر. قصدك ما كملتوش 15 يوم، لأنه فضل هنا أسبوع وانت بقالك هنا 5 أيام. انا شايف ان بوجود نيفين وعدم وجودها اشرف متحمس للقضيه. اشرف ولاد زكي، يا ريت في 3 منه. 3؟ اكيد في حد مزعلك يا بيه. ليه؟ ده انا لوحدي وقربت ابوظ القضيه، ثم حضرتك تتمنى يكون في مني 3. ايوه عبد الله، مالين الاشاره. ايوه ايه؟ متاكد؟ طب انا جاي حالا. ايه خير؟ لقوا مدحت عزمي مقتول جنب الاوتيل. ايه؟ يعني انت عملتي كده ليه؟ لأني ايه انتوا لسه ما نمتوش ولا ايه؟ ايه ده؟ الساعة 10 دلوقتي واحنا في مدرسة؟ انت باين عليك غلبويه قوي. غلبوية قوي. وهتعملي ايه يعني؟ يا خساره، الاوامر صدرت اني ما كملش الحفله. هو الضرب اللي انا ضربته ده اسمه حفلة؟ ايوه بس مش كبيره، لو كانت حفله كبيره. بلا حفلة كبيرة بلا زفت. معلش بكره الاوامر ترجع تاني وان ما وريتك. وانت يا ست فله نامي وخلينا ننام. حاضر. مش عايز اسمع صوتك انت بالذات. حاضر. ما تكلمهاش عشان تتخمد. قلت لك حاضر حاضر. جاتكوا البلاوي. اسمك فله؟ بيقولوا كده. مفيش اي بريق امل، لكن واضح طبعا مين اللي قتله. مين يا استاذ عصمت؟ عصابة تيمور طبعا. ممكن من فضلك اشوف الباسبور بتاع مدحت؟ اتفضل. شكرا. الله، ايه ده؟ ايه في حاجة؟ ايه صحي؟ دي مش صورة مدحت. اشوف، وريني يا اشرف. امال صورة مين دي؟ ما اعرفش. عمركم شفتوا الشخص ده؟ مين فيهم؟ اللي في الصورة طبعا، ولا حلمنا بيه حد. العملية دي معقدة جدا جدا جدا. لما اللي في الصورة مش مدحت، يبقى مين اللي اتقتل؟ برضه مدحت، وانا فهمت كل حاجة. ممكن تقول لنا فهمت ايه؟ انا مخي بقى مش بقى بلوزة، مخي بقى كنافة بالبسبوسة. اللي اتقتل هو مدحت، واللي في الصورة دي برضه مدحت، واللي جوه جثة مدحت. امال يبقى مين اللي كان معانا المدة اللي فاتت دي كلها؟ مين الايه؟ طول الفترة اللي فاتت يعني. اللي كان معانا مش مدحت. امال امي؟ ده شخص تاني خالص، واحد انتحل شخصية مدحت ومثلها بإتقان شديد، وحتى لو ممثلهاش بإتقان شديد مفيش حد فينا يعرف او شاف مدحت قبل كده. تفسيرات منطقية جدا. وانا اعتقد وارجح ان مدحت هو تيمور. مدحت هو تيمور؟ تيمور يا اشرف. وطول الفترة اللي فاتت دي انت كنت مع تيمور. يا عم بلاش هزار بقى، احنا بنتكلم جد مش هزار. يعني انا كنت معرض للقتل؟ ايوه. طيب والعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف. على العموم يا اشرف ما تخافش، لان مدحت لا يمكن هيظهر بعد كده. ليه؟ خواف اسم الله؟ لا 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 لا، لان المفروض ان مدحت مات، فلا يمكن هيظهر او حد مننا هيشوفه الا وهو مقبوض عليه. مساء الخير. تيمور. مدحت؟ ايه ده؟ ازاي ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا بسمعه بره ده؟ مفروض انك انت اتقتلت وجثتك محطوطه جوه، وباسبورك اهو. وريني. هو فعلا. الله، لكن دي مش صورتي. انا فهمت. فهمت ايه؟ انا قلت لحضرتك في التليفون اني رايح الجوازات، مش كده؟ ايوه كنت رايح الجوازات فعلا، لان باسبوري ضاع مش لاقيه. تبقى الجريمة مدبرة بحيث انه يتسرق ويتقتل شخص بريء ويشوه عشان ما نعرفش اذا كان هو ولا لا. تمام، انما اذا كان مدحت هو اللي ايوه ما كانش ظهر تاني. في حاجة حصلت بوظت خطتهم لابد. امال مش معقول ابدا يعملوا تدبيرة زي دي ويسيبوا مدحت كده. لازم يعملوا فيه حاجة عشان يختفي وما يظهرش تاني، وهو ده اللي حصل فعلا. ايوه بس انت ظهرت تاني يا حلو. ايه اللي حصل يا مدحت بالظبط؟ شوف يا فندم. ايوه. وانا راجع هجم عليا 5 رجالة كده وحاولوا يخطفوني. طب امال ما خطفوكش ليه؟ لاني بلعب كاراتيه زي ما انت عارف. وحضرتك عارف ان الكاراتيه ممكن يخليني اعمل ايه في 10 مش 5. فاتت عليها حكاية الكركديه دي. الحمد لله انها جت على كده. ممكن حضرتك تقول لنا كنت فين امال؟ فعلا انا لسه كنت هسأل حضرتك السؤال ده. انا كنت عند رعد في المستشفى.
واذا كنتوا تحبوا تسالوها انا تحت امركم. لا لا ابدا. يا بيه قول له ايوه عشان ياخدكم وتروح، اصله نفسه يشوفها. تبقى فرصه لاستجوابها. اتفضلوا. مساء الخير. مساء الخير. لو سمحت تشوف لي الآنسة رعد السما نامت ولا لسه صاحية؟ رعد ايه؟ البنت اللي عندها حالة رجوع الذاكرة دي. دي فجأة لقيناها اختفت. يعني ايه؟ هربت؟ الظاهر كده. ها ايه رأيكم يا جماعة؟ والله يا بيه انا يعني. انت بترد ليه؟ البيبي يسأل. البيبي يسألنا احنا. افتكر ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي يا اشرف. فعلا نروح مكتبي، بس الساعة دلوقتي حوالي 3 الصباح، ويعني مفيش وقت للنوم. ما هي يعني المسألة ما زنقتش قوي. اذا كنت عايز تنام يا اشرف روح انت نام. على ايه بقى؟ ما كانش اللي عليا انا. اتفضلوا قبل ما يقولوا عليا مواطن غير صالح. ها ودلوقتي بقى ايه رأيكم؟ في ايه بالظبط؟ اصل ما كنتش واخد بالي من اللي حضرتك قلته. انا لسه ما قلتش حاجة، دي اول جملة اقولها. اوكي اذا كان كده معلش. في اعتقادي ان رعد السما اللي كانت في المستشفى مش هي رعد السما. امال مين؟ واحدة من العصابة وعملت نفسها رعد السما عشان تضللنا. بقى كده تضللنا. ايوه. حلو، انا مش فاهم. هي مش وصفت لكم مكان وقالت انها شايله الاختراع فيه من 3 سنين من ساعة ما غرقت المركب؟ الفلوكة؟ الباخرة يا اخي، لا مؤاخذة. لا مؤاخذة يا اشرف، الباخرة. لا معلش. اوكي وبعدين؟ لما رحتم لقيت ورقة من تيمور مش كده؟ حصل. لكن ده ايه دخله في ان دي مش رعد السما؟ فعلا ملوش اي علاقة. ايه اللي يخليكم تقولوا حاجة زي كده؟ لاننا عارفين ان رعد السما بتشتغل لحساب العصابة دي، وهي اللي استدرجت رؤوف الشناوي وادالها الاختراع. اذا كان كده معلش، لكن ايه اللي خلاها تهرب؟ تلاقيها خافت لا تنكشف. وعشان كده انا بقول ان دي رعد السما المزيفة. فعلا اذا كانت هي رعد السما الحقيقية ما كانتش خافت وهربت، بالعكس كانت فضلت، وخصوصا بعد ما رجعت لها الذاكرة. قصدكم انهم شغلوها معاهم وهي فقد الذاكرة، ولما رجعت لها كان لازم تفضل وتقول كل حاجة؟ تقول كل حاجة ازاي اذا كانت مش فاكرة اللي جرى لها من 3 سنين؟ اقصد كل حاجة حصلت لها من 3 سنين يعني. احنا عارفين كل حاجة حصلت لها من 3 سنين. اقصد طب وهي صغيرة؟ واحنا مالنا يا اخي ومالها وهي صغيرة؟ الله اخوانا ما تخلونا اقول حاجة بقى. الله اقصد يعني بعد ما مش عارف بقى. طيب في سؤال مهم جدا. ايه هو؟ رعد السما اللي كانت في المستشفى مزيفة؟ جايز، لان كل اللي احنا قلناه احتمالات. جايز زي ما حضرتك ما بتقول، لكن نفرض انها مش هي. ازاي مدحت معرفهاش؟ ايه؟ ازاي مدحت معرفهاش؟ سامعك كويس. الله، امال ايه اللي انت بتقولها دي؟ ده تعجب يعني، استغراب. ايه يعني مندهش؟ انا دلوقتي في حالة اشرف ارجوك ما تخرجناش من موضوعنا. انا ما خرجتش حد. اسمعني، بعدين اللي عايز يخرج بمزاجه. طيب نرجع للسؤال. هو كان ايه احسن؟ انا نسيته النبي. ازاي مدحت معرفهاش؟ ايه تاني؟ الله، احنا مش بنعيد من الاول؟ مدحت حسب معلوماتي معاه صورة رعد السما، بس اداها للاسف لواحد من العصابة. فعلا، والصورة دي مش قديمة بحيث انه ما يعرفهاش لو شافها دلوقتي. الله، انت غريب جدا يا اخي. ازاي يعني؟ انت تفضل تهزر وتقول في كلام فارغ لدرجة ان الواحد ممكن يستهيفك، وفجأة الاقيك بتتحول في ثانية واحدة وتبقى شخصية تانية خالص. جاد جدا، بتتكلم بعقل وبتستنتج استنتاجات سليمة. لا بس دي العين الحمراء بوريها لكم. اشرف ما تخرجناش عن موضوعنا المرة دي. مش انا بقى. هي كان وشها مربط بشاش. هي مين دي؟ رعد المزيفة. لا ما كانتش مربطة، كل حاجة من وشها واضحة. الشاش كان على قورتها بس. يعني كان يقدر مدحت يتحقق منها، وخصوصا انه قعد معاها فترة طويلة. ادخل. انا وكابتن ثروت رحنا المستشفى ما لقيناكوش هناك. نيفين. ايوه يا فل، وطي صوتك احسن يسمعونا. هي الساعة كام دلوقتي؟ حوالي 3:30 صباحا. ياه، وايه اللي مصحيكي؟ في حاجة عايزة اقولها لك وما كنتش قادرة اقولها قبل ما اطمن ان كلهم نايمين. ما الباب كان مقفول علينا. ممكن يكون في حد قاعد يتصنت علينا. عايزة تقولي ايه؟ اشرف. ماله؟ انا اللي هربته. انت اللي هربتيه؟ ايوه. اولا لانه صعب عليا جدا وما كانش ممكن استنى لغاية ما يقتلوه. هربتي امتى؟ ليلة انت ما جيتي. يعني انا جيت من هنا وهو هرب من هنا؟ تمام. وهربتيه ليه بما انك معاهم؟ انتوا ايه اللي ورطكم؟ مخنا. لا قصدي يعني اتورطتوا بسبب مين؟ واحدة كان يوم هداب يوم ما سمعت اسمها ايه؟ رعد السما. يعني عشان انا؟ انتي؟ مش معقول. اي انا رعد السما.
ادخل. اهلا وسهلا استاذ مدحت. اتفضل. حضرتك طلبتني وقلت انك عايزني بسرعة. ايوه، لان في حاجة مهمة عرفتها النهاردة. ايه هي؟ في دكتور اسمه فطين عبد التواب، ده دكتور باطني. لا انا ما اعرفوش. ولا انا، لكن زي ما قلت لك النهاردة عرفت انه الدكتور الخاص بتاع تيمور. حضرتك متأكد؟ ايوه، يعني المعلومات اكيدة وسليمة. طب حضرتك عايز نعمل ايه بالظبط؟ تروح له العيادة ولا البيت؟ العيادة يكون احسن. طب ده الواحد يقول له ايه ده؟ اتصرف معاه ازاي؟ انت فاكر كنا هنعمل ايه مع ريتا؟ قصدك نشتريه يعني. بالظبط كده. طب افرض انه رفض؟ يبقى من الصنف اللي يخاف ما يختشيش، استعمل معاه العنف. اشرف ايه في ايه؟ واحد جاب الورقة دي تحت في الريسبشن والجرسون جابها لي دلوقتي. من مين؟ ما اعرفش. لا، مين يعرف ان احنا نازلين هنا في الاوتيل ده؟ ما عنديش فكرة. طب هات. لا تحضر اليوم حسب الميعاد، سننتقل الى فيلا الحمام بأبي قير نيفين. مين؟ ما سمعتش، بقول نيفين. وهي ايش عرفها ان احنا نازلين هنا؟ ده نمرة 1. ونمرة 2؟ نمرة 2 سيبها دلوقتي، نقول نمرة 3. طبعا مش هنروح فيلا الحمام. لا هروح، لكن هنراقب من بعيد قوي. انت شاكك في حد؟ ايوه، انما دي تبقى مصيبة يالا. اتفضل استريح هنا. متشكر. ايه بقى اللي بيوجعك؟ تيمور يا دكتور. ايه؟ مالك يا دكتور فطين؟ لا ابدا مفيش. حضرتك قلت مين؟ شوف يا دكتور فطين، مفيش داعي تتظاهر بالغباء. انا فاهمك كويس اوي. اتكلم. مين تيمور؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. تاخد كام وتتكلم يا دكتور؟ اتكلم اقول ايه؟ انا ما اعرفش حاجه. 10,000 جنيه كويس؟ مش فاهم قصدك ايه بالظبط. 20,000. يا استاذ انا ما عنديش اي فكره عن اي حاجه اللي بتتكلم عنه. 30,000 جنيه؟ وبعدين معاك بقى؟ يظهر انك ما بتجيش في الذوق. نستعمل العنف بقى. ايه ده؟ مسدس؟ في بعض سنة. انت عايز تقتلني؟ ايوه، ده طبعا اذا ما اتكلمتش. لو ضربت طلقه واحده هتتمسك وتتحاكم ويتحكم عليك. لا ابدا، انا معايا شهاده من مستشفيات الامراض العصبيه تثبت ان عمري 12 سنه. يعني اعامل معامله الاطفال. ومعايا كمان شهاده اني مجنون، يعني مش مسؤول عن تصرفاتي. اتكلم. في بعض السماء. فين؟ هتكلم بس ابعد المسدس. ادي المسدس يا سيدي. راح بالسما في فيلا الحمام في اسكندريه. نيفين معاها. لازم نخرجهم من هناك، فاهم؟ كان تيمور يقتلني لو عملت حاجه زي دي. والمسدس ده كمان يقتل يا دكتور فطين. انت ما تعرفش تيمور؟ عارفه كويس اوي، لكن مين هو؟ ما اعرفش. وصدقني انا كمان ما اعرفوش. دايما قبله وهو لابس ماسك على وشه. طب اتفضلوا. على فين؟ بعد سنة ونيفين لازم يخرجوا حالا. لكن مفيش لكن، فاهم ولا لا؟ ايوه فاهم. انت الوحيد اللي تيمور بيثق في كلامه. ده صحيح، وانا الوحيد اللي اقدر اخرجه من هناك. كده انت حلو اوي. اتفضل. راحت. مدحت. نيبة وحشتيني. وانت اكتر. هنعمل ايه بقى دلوقتي يا اولاد؟ نروح لشوقي بيه طبعا. فعلا، يلا بينا. لا دقيقة واحدة لو سمحت. ايه؟ رعد ونيفين هيروحوا العصمت بيه. مين هيسمت ده؟ لا هشرح لك بعدين. واحنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنروح الاوتيل. مش فاهمة ليه؟ من غير ليه؟ تروحوا للاستاذ عصمت وبعدين تروحوا لشوقي بيه. انا مش فاهم انت جبت الكلام ده منين، وليه اللفة الطويلة دي كلها؟ دي اورجانيزيشن. تعليمات ايه؟ المفروض اننا نروح لشوقي دي حالة. اشرف ارجوك فهمنا ايه اللي بيحصل. مش دلوقتي، في حاجات كتير بفكر فيها. استاذ اشرف، ليه مش عايز تشرح لهم الموقف؟ احنا فعلا اتلخبطنا. انا كمان متلخبط زيكم. اتفضل عشان نروح لعصمت بيه. لكن يا اشرف مدحت وبعضين معاك، انت غلباوي اكتر. ادخل.
اتفضلي. اهلا 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 اهلا. الحمد لله على السلامه يا نيفين. الله يسلمك. وافتكر لما حضرتك دي تبقى رعد السما. ايوه. صورتك الحقيقه ظلماكي جدا. ايه الحلاوه دي كلها؟ ميرسي. اتفضلوا 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 استريحوا. ثانيه واحده بس اقفل الباب عشان ما حدش يزعجنا. اتفضل. ودلوقتي بقى نتكلم في اللي حصل وبدون اي اختصارات. تحت امرك. انا هحكي اللي حصل لحضرتك بعد الكلام اللي سمعته عنك من نيفين ومدحت واشرف. يا ستي متشكر قوي. قبل غرق الباخره اداني رؤوف الشناوي الاختراع وجريت عشان اركب زرق النجاه. عظيم. وكان الاختراع ملفوف كويس قوي وحطيته في جيب البلطو وجريت. كويس. ويا ترى ركب معاك ستات كتير نهاريها؟ حوالي 7 أو 8 مش فاكره بالظبط. المهم حصل ايه بعد كده؟ في 2 ستات منهم بعد ما ركبنا زرق النجاه وبعدنا عن الباخره كده شويه طلبوا من البحار ان يوصل بالزورق للبحر الميت فرفض. وقتلوه طبعا. هو ده اللي حصل. والستات التانيين عملوا ايه؟ اللي حصل انه اتقتل بعد الستات ما مشيوا وكنا وصلنا البر. وبعدين انت اتخطفتي؟ ايوه. ركبنا الديزل اللي نازل لمصر وانا في الديزل عرفت هم خاطفيني ليه طبعا فاستأذنت ودخلت الحمام. وبعدين وانا في الحمام طلعت الاختراع من جيب البلطو وفكيت الورقة بس بالراحة عشان ما تتقطعش. وفكيت الورقة ليه؟ عشان اخبيه فين؟ في الحمام يا ترى؟ لا طبعا. رجلي كانت مربوطة من اول الركبة لغاية فوق ففكيت الرباط ولفيت الاختراع على رجلي ورجعت ربطت رجليا بالبنداج تاني ولفيت الورقة التخينة اللي كان فيها الاختراع وربطتها زي ما كانت وده بعد ما حطيت فيها ورق تواليت وحطيتها في جيبي وخرجت. والله فكرة مش وحشة ابدا. وبعدين بقى لما وصلنا مصر نزلنا البلد واحنا بنعدي الشارع لقيت عربية جاية بسرعة شوية رحت رامية نفسي تحتيها. لا الحمد لله ربنا ستر وجت سليمة. المهم عملت نفسي مغمى عليا وافتكروا طبعا اني عايزة انتحر وشالوني في العربية. جوه العربية بقى شمموني بنك فما حسيتش بحاجة خالص بعد كده الا حوالي الساعة 12 بالليل. ولقيتي نفسك فين؟ في اوضة كبيرة وشيك قوي كان واضح انها في اوتيل. ساعتها فكرت ليه ما اعملش نفسي فاقدة الذاكرة وما اعرفش اي حاجة من اللي بيحصل ده وفعلا نفذت الخطة ودخلت عليهم وصدقوني وعشان كده بقى انا عايشة لغاية دلوقتي. ما احنا استنتجنا الموضوع ده برضو لكن كنا احنا كمان مصدقين انك فقدت ذاكرة بالفعل. بعد ما سابوني بالليل وخرجوا قعدت افكر الاختراع مش هقدر اسلمه للجهات المختصة ولا رؤوف الشناوي هيقدر يتصل بيا في البيت عشان يستلم. كويس قوي. وعملت ايه؟ لما حسيت ان مفيش حد هيدخل عندي قمت فكرت اخبي الاختراع فين. مفيش غير اللوحة دي طابلو فيه السما لونها احمر والشمس بتغرب. شلته من على الحيطة وخلعت ظهر البرواز وحطيت الاختراع بين الصورة وبين الظهر وقفلته وعلقته تاني في مكانه. كويس. ورجعت نمت وانا تقريبا كده مستريحة شوية. المهم فات 3 سنين وانا بين المستشفى بتعالج من حالة فقدان الذاكرة المؤقت حسب تشخيص الدكاترة طبعا وبين فيلا الحمام والفيلا الثانية اللي في الجيل. طيب ليه ما هربتيش مع اشرف يوم انت ما هربتيه؟ كانوا هيوصلوا لي وما كنتش فاكرة انكم تقدروا تحموني. وعلى العموم انا معاكم دلوقتي. وش معنى دلوقتي هربتي؟ النهاردة انا ما هربتش هم اللي خرجوني وقالوا لي روحي مع الدكتور فاطين. افهم بعد القصة دي ان الاختراع لسه موجود في البرواز؟ جايز ده ان ما كانوش غيروا الطابلو. ويا ترى تعرفي اسم الاوتيل؟ لا لان ساعة ما دخلته كان مغمى عليا وعلى الاصح كنت متبنجة. ولا حتى فاكرة نمرة الأوضة؟ اعتقد 47 او 74 مش فاكرة. ايه ساكتة ليه يا نيفين؟ هتكلم اقول ايه؟ تقولي يلا بينا نروح لأشرف والمدحت. مش هنروح لشوقي بيه الاول؟ لا. الله مدحت واشرف في الاوتيل ده؟ ايوه. ايه في حاجة يا رام؟ ايوه الاوتيل ده هو نفس الاوتيل اللي كنت فيه. انت متأكدة؟ ايوه. وقلت نمرة الأوضة كانت كام؟ 74. ايوه 74 افتكرت لانها كانت في الدور السابع. تعالوا معايا يلا.
عزت. مين يا فندم؟ مين الرئيس؟ ستي نبيل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عزت. لسه ما جوش يا هانم. مين دول اللي لسه ما جوش؟ اشرف بيه ومدحت بيه خرجوا وما رجعوش. انا مش بسألك عليهم دلوقتي. امال حضرتك عايزه ايه امال؟ اوضه 74 مشغولة؟ لا. الاوضه دي ممكن ندخلها؟ ايه ممكن قوي. انتوا غيرتوا حاجه في الاوضه دي من 3 سنين؟ لا، من يوم ما الاوتيل ده اتفتح مفيش حاجه فيه اتغيرت بتاتا. طب هات مفتاح الاوضه. حاضر اتفضل. استاذ عصمت. رعد اتفضلوا. هي الأوضة دي زي ما هي. طيب فين التابلوه؟ هو ده؟ أيوة في مكانه. طب بسرعة بقى طلعي الاختراع. تفتكر محدش خده؟ ومين ممكن يفكر ان الاختراع موجود هنا؟ فعلا. اهو وريني كده. اتفضل. تمام. مالك يا أستاذ عصمت؟ مالك يا أستاذ عصمت؟ انتم مش كنتم نفسكم تشوفوا تيمور؟ لا، احنا كنا عايزين نعرف مين هو بقى. انا تيمور. انت؟ مش معقول. استاذ عصمت، ايه اللي بايدك ده؟ مسدس. هيكون ايه؟ عمرك ما شفتي مسدس؟ ودلوقتي بقى جت ساعتكم. وبعدها هسيب الاوتيل بكل هدوء. ما تتحركش يا تيمور. ايه ده؟ انت؟ ايوه انا شكيت فيك من مده لكن ما كنتش قادر اتكلم. لكن انا قدرت اضحك عليكم كلكم. ازاي انت؟ اتفضل قدامي وارمي المسدس اللي في ايدك ده. بقى كده. الحق يا اشرف، الحق حط حاجه في بقك. وانتهى تيمور ولقينا الاختراع. الحقيقة ده بفضل رعد السماء. وانا. وانت؟ ايه اللي خلاك تشك فيه؟ موت ريتا المفاجئ. قلت يا اما انتحرت فعلا يا اما ماتت مقتولة، ومش ممكن يقتلها غير واحد من اتنين، عصمت او مدحت. وبعد كده لقيت صورة رعد في درج مدحت، وكان قايل ان مفيش صورة عنده ليه، شكيت فيه. لكن بعد كده تذكرت ان عصمت هو اللي قال لنا على رعد السماء المزيف، وهو اللي ودانا عندها في المستشفى. وبعد كده لقيت مدحت بينقذ نيفين ورعد من ايدين العصابة. وجدت فعلا انه بريء قبل كده، لما كنت معتقد انه هيختفي بعد ما لقينا جثته، وقالوا انها جثة مدحت عزمي. لكن اللي شككني فعلا في عصمت هو الجواب اللي مفروض انه جايلي من نيفين. من الخط؟ لا، من الامضة. نيفين دايما تمضي لما تكون بعتلي ورقة او جواب، تمضي نايفو. ومدحت عارف كده كويس، ولا يمكن يغلط غلطة هايفة زي دي، والوحيد اللي ما يعرفهاش هو عصمت. برافو يا استاذ اشرف، برافو. عشان كده انا هطلب منكم انكم تتعاونوا معانا على طول. احنا تحت امرك يا فندم. بعد كده كان لازم اعمل كمين لعصمت، والكمين ده هو ارسال رعد ونيفين لغاية المكتب. انتوا عارفين بقى اللي حصل، واحنا كنا منتظرين هيعمل ايه وهو وقع. عموما مش هي دي النهاية. اصل ايه؟ لسه انا هتجوز رعد. لازم برضو نقفلها بجواز. ليه لا؟ ولا على رأيك ليه لا؟ شفت يا جدع، الراجل حاطط سم في الخاتم. اعمل حساب الايام السوداء. وانت يا سعيد هتعمل ايه؟ وانا مروح بقى. هو انا ماليش بيت ولا ايه؟ طيب اسيبكم انا الاخر عشان تقدروا تستريحوا. السلام عليكم. فعلا لازم نطلع عشان ايه؟ ننام بقى. ايوه ننام بقى. هو انا كنت مستني كلمة ننام بقى. وهكذا تنتهي حلقات رعد السماء.